السلام عليكم أصدقائي. اليوم غادي نجاوب على سؤال مهم بزاف كيجي على بال أي واحد في هاد البلاد. شنو الفرق بين السرقة والسطو؟ بزاف ديال الناس كتخلط بينهم، ولكن القانون الجنائي المغربي كيعطي لكل واحد فيهم تعريف خاص وكيحدد العقوبة ديالو بدقة على حسب الظروف. في هذا الفيديو غادي نوضح لكم الفرق بالأمثلة وبطريقة مبسطة باش إلا وقعت لك شي حالة تكون عارف شنو تقول وشنو المسؤول. أولا، السرقة هي أنك تاخد شي حاجة ماشي ديالك بلا عنف، بلا تهديد وبلا سلاح. يعني السرقة كتوقع في الخفاء، بحال شي واحد دخل الدار وسرق تليفون أو فلوس وانت ما حاضرش. القانون الجنائي المغربي في الفصول ديالو 505 كيعاقب على هذا الفعل بالحبس من سنة حتى ل5 سنوات وغرامة مالية كتراوح من 200 درهم إلى 500 درهم. ولكن إخواني، باللي كنقولوا السطو أو السرقة الموصوفة هنا كندخلوا في حالات خطيرة. مثلا السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أو السلاح، أو حتى إذا كانت السرقة مع ناس بزاف أو في الليل أو في مكان عام. القانون الجنائي المغربي في الفصول ديالو 507 و 508 كيرفع العقوبة من 5 سنوات حتى ل20 سنة ديال السجن حسب الظروف اللي كانت فيه الجريمة. في المغرب السرقة كيعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة المالية حسب خطورتها. أما السطو فهو جريمة أخطر وتقدر توصل العقوبة ديالو إلى سنوات طويلة من الحبس، خاصة إذا كان هناك استخدام ديال الأسلحة أو اعتداء. نعطيو شي أمثلة واقعية في الموضوع. مثلا إلا دخل شي واحد لدارك وسرق تليفون وانت ناعس، هذه تعتبر سرقة عادية. لكن إلا كان هاد الشخص كيهددك بسكين أو ضربك باش يسرقك، هذه ماشي سرقة، هذه سطو أو سرقة موصوفة، وهذا النوع كيتعاقب عليه بعقوبات قاسية في القانون المغربي حسب التوقيت اللي كيلعب دور السرقة في الليل أو في مجموعة ولا في مكان عمومي كتدخل في باب السطو. النصيحة القانونية اللي يمكن لي نعطيها لك أخي ديال اليوم: إلا كنتي ضحية ديال شي واحد سرقك أو قام بعملية السطو، حاول توثق كل شيء، وخصوصا إذا كان العنف، صور، شهود، وحتى الشكاية ديالك تكون فيها تفاصيل دقيقة باش تكون عندك قوة قانونية وتاخذ حقك. شكرا بزاف لأنك تابعتي الفيديو حتى لآخر لحظة. إلا عجبك هذا النوع من الشروحات خلي لي تعليق فيه رأيك وسؤالك، وما تنساش تبارطاجي الفيديو مع الناس اللي كيهمهم القانون فضلا وليس أمرا. كان معكم مولاي الطاهر، نلقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.